فيلم النهاردة بيحكي عن 2 اخوات بيروحوا بحيرة سرية في المكسيك في اجازة الاسبوع، وبينزلوا يغطسوا وبينزلوا في كهف، والكهف بيتقفل عليهم وبيهاجمهم مجموعة من اسماك القرش. قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتكتب لنا في الكومنتات عايزنا نلخص فيلم ايه الفيديو الجاي. الفيلم بيبدأ مع مايا وساشا، وهي تبقى بنت مرات ابو مايا. ومايا كانت بنت طيبة وكله في المدرسة كان بيتنمر عليها وبيضايقوها، وفي واحدة وقعتها في حمام السباحة وقعدوا يضحكوا عليها. وبعدين مامة ساشا جت خدتهم من المدرسة وروحوا، وابو مايا سأل هي ليه لبسها مبلول كله، بس ما ردتش ودخلت اوضتها. ومرات ابوها دخلت وراها وفضلت تصالحها وهي كانت بتحبها. وهما بياكلوا ابو مايا ادالها سن قرش وقال لهم ان هما شغالين في كهف تحت المية وهيعملوا مدخل سياحي للكهف ده علشان السياح تيجي ويشوفوا سمك القرش. وقال لهم ان هو عايزهم ييجوا يشوفوا العرض التجريبي بتاعه. ولما بيروحوا نيكول واليكسا صحاب ساشا بييجوا وبيقولوا لهم ان هما اكتشفوا مكان حلو جدا ومحدش يعرف عنه حاجة، وبيقنعوهم وبيمشوا هما الاربعة وبيوصلوا المكان. وبيسألوا اليكسا هي عرفت المكان ده ازاي، وبتقول لهم ان هي مصاحبة بن اللي شغال مع ابو مايا وهو اللي عرفها على المكان ده، وقال لها انه مكان سري وانهم مخططين انهم يعملوه مزار سياحي. وبينزلوا المية وبيعوموا وبيكونوا مستمتعين بالوقت جدا. وبعدين لقوا معدات غطس بتاعت ابو مايا وحاطط المعدات هنا بسبب ان في كهف تحت المية وهيكتشفوه، وبيبقوا عايزين ينزلوا يغطسوا. ومايا ما بتبقاش موافقة علشان خطر عليهم، ولكنهم بيقنعوه وبيلبسوا لبس الغوص وبينزلوا وبيدخلوا الكهف وبيشوفوا آثار وبيلاقوا معبد وبيكونوا مبهورين باللي شايفينه. وبتظهر لهم سمكة كبيرة ونوع السمك ده ما بيشوفش ولكن حواسه قوية جدا. ونيكول كانت بتلمسها السمكة دافعت عن نفسها وهجمتها، ونيكول بتتخض وبترجع بجسمها وبتخبط التماثيل وبتوقعها وبتعمل غبار جامد جدا وما بيبقوش شايفين بعض. وكمان الاتصال بيفصل منهم وما بيسمعوش بعض. وبيظهر لهم بن وبيقول لأليكس انه ندمان انه عرفها على المكان السري ده. وفجأة بيظهر قرش وبياكل بن، ومايا وأليكس بيهربوا وبيحكي لهم اللي حصل وبيقولوا انهم لازم يمشوا حالا. وهم طالعين القرش بيتهجم على نيكول ولكنه اتحشر في الصخر، والقرش بيهدم الصخر وبيقع وبيحبسهم وبيحاولوا يشيلوا الصخر ولكنهم بيفشلوا. وأليكس بتقول لهم انها عارفة طريق تاني بين كان معرفهولها، وفي حبل لو فضلوا ماسكين فيه ومشوا وراه هيطلعوا. ودخلوا النفق ومسكوا الحبل وبدأوا يتحركوا، ودخلوا في حتة مليانة جماجم وهياكل عظمية وكانوا خايفين جدا. وبيلاقوا الحبل اتقطع وبيكملوا طريقهم، وفجأة بيلاقوا سمكة قرش قدامهم بس من النوع الأعمى، وبيحاولوا انهم ما يعملوش اي صوت علشان القرش ما يحسش بيهم. وبيعدي من فوقهم ومشي وبعد عنهم، بس جهاز الانذار بتاع الاكسجين اشتغل علشان قرب يخلص، والقرش بيسمع الصوت وبيرجع يهاجمهم. وبيلاقوا نفق ضيق بيشيلوا الحديد وبيدخلوا بسرعة وحطوا الحديد تاني وطلعوا مكان فيه هوا، بس كان مكان ضيق ومش هيعرفوا يفضلوا فيه كتير. وبعدين بصوا على نسبة الاكسجين اللي معاهم وكانت 20% بس، وسمعوا صوت موسيقى من بعيد. ومايا بتقول ان ده اكيد ابوها ورجالته اللي شغالين معاه. ومايا بتقول ان هي هتروح تدور على ابوها، وبيقولوا لها ان هما هيجوا معاها، بس بتقول لهم ان هي هتروح لوحدها علشان ما يخلصوش الاكسجين اللي فاضل معاهم كله. وفي الوقت ده بيكون كارل المساعد بتاع ابو مايا واقف وبيشتغل، وبيلاحظ ان بين صاحبه مش موجود وفضل يدور عليه، بس بيلاقي القرش وبيبلعه. وبتكون مايا بتدور على ابوها بس بتشوف دماغ كارل قدامها وبتترعب وبتفضل تصور، وابوها بيجي يشدها قبل ما القرش ياكلها وبيقولها ايه اللي جابك هنا. وبتقول له اننا نزلنا نشوف الممر بس النفق اتهد، وان بين وكارل القرش كلهم. وبيروح للبنات والقرش بيظهر، بس بيفضلوا يعملوا اصوات في اماكن مختلفة علشان يشوشوا على القرش. وفضل يتحرك من الصوت ده للصوت ده لحد ما قدروا يهربوا ودخلوا نفق ضيق والقرش معرفش يدخل. وابو مايا خدهم وطلعوا وفضلوا يحضنوا بعض علشان نجحوا في الهروب من القرش. وابو مايا قال لهم يربطوا نفسهم في الحبل وشرح لهم يطلعوا ازاي. واليكس بدأت تطلع، وفجأة لقوا سمكتين قرش تانيين، ونيكول مسكت الحبل وفضلت تطلع. وابو مايا قال لهم ان الحبل مش هيستحملهم هما الاتنين، بس نيكول ما سمعتش كلامه وفضلت تطلع. واول ما قربت الحبل وقع وايدها فلتت ووقعت في المية والقروش كلوها. وابو مايا قال لهم ان هما مش هيعرفوا يخرجوا من هنا من غير الحبل، وما بقاش في حل غير اننا نرجع تاني ونعوم لحد المحيط. وفجأة القرش طلع وكله، ومايا كانت منهارة من العياط، وبياخدوها وبيغطسوا علشان يروحوا للمحيط. والقرش بيهاجمهم بس بيهربوا منه. وساشا بتقع في تيار مائي قوي جدا، ومايا بتحاول تمسكها بس ما بتعرفش. واليكس بتقول لمايا انهم لازم يمشوا، وبيحاولوا يروحوا للفتحة اللي هتطلعهم على المحيط. بس فجأة القرش بيظهر ومسك في الشنطة بتاعت أليكس اللي فيها أنبوبة الأكسجين، وقامت قلع الشنطة والماسك وبعدت عن القرش.
بس ماتت غرقانة بسبب الأكسجين، ومايا الطيار سحبها. وفجأة لقيت ساشا مسكت ايدها وما كانتش مصدقة ان هي لسه عايشة. وبيلاقوا مخرج بس بيكون ضيق جدا، وبيضطروا يقلعوا الشنط اللي فيها انابيب الاكسجين علشان يعرفوا يعدوا. واخيرا طلعوا للمحيط وبيلاقوا يخت وبيفضلوا ينادوا بس محدش بيكون سامعهم. وفضلوا يعوموا علشان يوصلوا لليخت، واللي شغال على اليخت فضل يرمي دم سمك في البحر علشان القروش تيجي واللي في اليخت يتفرجوا من الازاز. ومايا وساشا ظهروا للناس في الازاز علشان ينقذوهم، وبعدين الناس جريت ونزلت لهم السلم، ومايا طلعت وساشا جت تطلع القرش مسكها. ومايا مسكت مسدس فيلير ونزلت بسرعة وضربت القرش بيه علشان هو بيخاف منه، والقرش بيسيب ساشا وبيطلعوا هما الاتنين. وجم يطلعوا على اليخت القرش مسك مايا ومسكت سنة القرش اللي باباها اداهولها قبل كده وفضلت تغرزه في عين القرش لحد ما سابها وطلعت. وقرش تاني كان هياكلها بس طلعت اليخت في اخر لحظة وبتحضن ساشا وبتطمن عليها، والناس بيكونوا مبهورين باللي عملته وبيخلص الفيلم.